بصراحة عروض المشرق نيو ما بتنتهيش، عشان كده قلت لكم قبل كده ما تقفلوش حساباتكم في المشرق نيو. بحب كل فترة كده اشوف لكم اي حاجة تقدر تكسب منها فلوس، بحيث انه يبقى دخل جانبي حتى لو بسيط. لايك حلو منك كده واشتراك في القناة، ويلا بينا نعرف ايه العرض ده. بيقول لك والرسالة دي وصلت لناس كتير جدا بمناسبة مرور سنة على افتتاح حسابات المشرق نيو. هيبقى ليك عرض ترشيحات جديد. لو تفتكروا العرض اللي فات كان ب 1000 جنيه، بيقول لك هنا العرض ب 200 جنيه. بيقول لك لو انت دعيت حد من صحابك انه يسجل جديد في الحساب، بتكسب 200 جنيه عن طريقه، وهو كمان بيكسب 100 جنيه. يعني انتوا الاثنين بيبقى ليكم مصلحه مشتركه. بيقول لك ايه شروط الدعوه دي؟ انه طبعا الشخص ده ما يكونش سجل حساب قبل كده، او يكون قفل حسابه ومر على تاريخ القفل 6 شهور. وبيقول لك كمان انه لازم يسجل بنفس رقم الموبايل اللي هيديهولك، لازم يسجل بيه في التطبيق. وطبعا طريقه التسجيل الصحيحه شرحتها في الفيديو اللي ظهر قدامكم، هتلاقوني سايبه لكم في وصف الفيديو. بعد كده انت بتبعت رساله على الرقم اللي ظاهر قدامك ده، مكتوب فيها كلمه يير او سنه، وفيها رقم الموبايل اللي هو هيسجل بيه في حسابه في التطبيق. وبيقول لك بعد كده بيروح فرع فوري بلس او اتصالات اي ان، وبعد كده بيفعل حسابه في خلال كام يوم بتوصل له الفيزا. وطبعا الفيزا مجانا، والحساب اصلا كله مجانا. ما بتتفرضش عليك رسوم الا لو ما سبتش 2000 جنيه من اول الشهر الرابع، بتبقى 25 جنيه شهريا. لكن لو سبت فلوس مفيش اي رسوم مدى الحياه. انا من ساعه ما فتحته ما اتفرضش عليا اي رسوم. وبيقول لك كمان ان هو لازم يعمل ايداع 200 جنيه في حسابه الجديد ده عشان تنزل له المكافاه ال 100 جنيه، وانت بتنزل لك المكافاه ال 200 جنيه. وطبعا ده بيسمع في حسابك في خلال 15 يوم. وبيقول لك حد الاقصى الترشيحات هم 10 ترشيحات، لان انت تقدر تكسب لحد 2000 جنيه. وبالتالي كده واحد دلوقتي هيقول لي طب انا لو فتحت حساب وفعلته وعملت كل الكلام ده، اقدر اسحب ال 200 جنيه اللي انا عملت لهم ايداع؟ طبعا تقدر تسحبهم او تصرفهم، وتسحب كمان ال 100 جنيه اللي انت هتكسبها، سواء انت المرشح او اللي بترشح الناس. وكمان تقدر بعد كده تقفل حسابك عادي او تسيبه، انت حر. لكنه عرض كويس جدا تقدر تستفيد منه. وكمان بعد ما تفعل حسابك تقدر بعد كده تعمل ترشيحات للناس، بس بشرط لازم تتأكد من خدمة العملاء من خلال التطبيق ان انت ساري عليك الشروط ان انت ترشح الناس. طب العرض ده ساري لحد امتى؟ العرض ده ساري لحد يوم 30 ابريل. لو عايزني ارشحك، ولو ان الحد الاقصى الترشيحات عندي 10 اشخاص، هسيب لك الايميل اللي ظاهر قدامك ده، ابعت لي عليه رقم الموبايل اللي هتسجل بيه في حسابك، وانا هبعت لك كلمة تم الترشيح. طبعا انا لو كنت يعني عديت الحد الاقصى للترشيحات، هقول لك انه عدى الحد الاقصى للترشيحات معايا، بحيث ان انت برضو تخلي حد تاني يرشحك. يبقى الثلاث شروط اللي احنا قلنا تلتزم بيهم: ما يكونش فتح حساب قبل كده، او يكون مر على تاريخ اغلاق الحساب 6 شهور، وكمان ان هو لازم يفعل حسابه ويستلم الفيزا، وكمان لازم يعمل ايداع ب 200 جنيه عشان تسري كل الشروط. وطبعا محدش يقول بنك مشرق هيضحك علينا او الكلام ده، الناس جربته قبل كده وفي ناس عملت منه فلوس كويسه. الحقوا بقى العرض ده. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.